المسلات المصرية. المسلات المصرية هو ابتكار من الحضارة المصرية القديمة، وكان بيستخدموها الملوك في تخليد ذكرى الانتصار في معاركهم الحربية. بيتم صنعها في الغالب من رخام الجرانيت على شكل عمود رباعي الأضلاع، له قاعدة مربعة وبيبقى ممدود لفوق وبيضيق كلما اتجهنا للقمة، وبينتهي بطرف مدبب بيشبه الهرم. وبتعتبر أطول مسلة في العالم الموجودة بمحجر مدينة أسوان، وبيبلغ طولها 41 متر. ولكن من وقت تقطيعها في عهد الملكة حتشبسوت زي ما هي موجودة على الأرض بسبب حدوث شرخ فيها، ما أمكنش إن هم يقدروا يشيلوها بسبب الشرخ. لكن أطول مسلة منصوبة على الأرض هي مسلة الملك تحتمس الثالث، وطولها 32 متر، وبتزين ميدان. ولكن للأسف مش ميدان مصري، ده ميدان إيطالي، ميدان اللاتيرا. ومن هنا بيبتدي موضوعنا، وهو المسلات المصرية الموجودة خارج مصر. إيطاليا لوحدها حاليا فيها أكتر من 20 مسلة. العاصمة روما لوحدها فيها 13 مسلة. والمسلات دي خرجت بره مصر في عصور الاحتلال الروماني لمصر عشان تزين ميادين وقصور الإمبراطورية الرومانية في الوقت ده. ولكن مش إيطاليا بس اللي فيها مسلات مصرية، في بعض المسلات اللي خرجت بطريقة شرعية عن طريق إهداء محمد علي باشا حاكم مصر وأفراد أسرته الحاكمة من بعده عشان يوطدوا علاقتهم مع الدول الأوروبية وأمريكا. فهنلاقي إن هم أهدوا مسلات لأمريكا والبريطانيا والفرنسا، وده اللي بقول عليه إهداء من لا يملك لمن لا يستحق. تراثنا وتراث أجدادنا بقى عبارة عن هدايا وبتتوزع على العالم كله، لدرجة إنك هتلاقي في ميدان شهير في إسطنبول بتركيا مسلة مصرية. ومثال للتشويه اللي حصل من إهداء محمد علي للمسلة اللي كانت موجودة على شمال معبد الأقصر، واللي موجودة حاليا بميدان الكونكورد بفرنسا، وأصبح أمام معبد الأقصر مسلة وحيدة، المسلة اللي على الجانب الأيمن فقط. نتمنى يكون فيه ولو مجرد محاولة ومطالبة لكل الدول اللي فيها أثرنا إنها ترجع مرة تانية لبلدنا.